فضل بيت ام المساكين في بيت النبي فاضل وقت كبير جدا لحد ما جت بطلة قصتنا النهارده ام سلمة وشغلته. لو معرفتش قصة ام المساكين اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ولو مش عارف انت فين فاحنا بنتكلم كل يوم عن قصة من سيدات بيت النبوة الساعة 5، والنهاردة هنتكلم عن ام سلمة هند بنت ابي امية ابن المغيرة. ام سلمة ليها نسب عريق جدا، وكمان ابو سلمة ليه نفس النسب العريق ده، وجنب ده كان ليهم ماضي مجيد في الاسلام، وكانوا من الاولين اللي دخلوا في الاسلام، وكمان هاجروا مع العشرة الاولين للحبشة، وهناك ولدت هند سلمة ابنهم، ورجعوا لمكة تاني بعد تمزيق صحيفة المقاطعة، وزاد اضطهاد قريش للمسلمين. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالناس في الهجرة كان أول من هاجروا، لكن هجرتهم كانت صعبة شوية عشان هم ماشيين يعترض طريقهم بعد من بني مغيرة وياخدوا منه هند ويقولوا له مش هتاخد بنتنا. ولما عرفوا بني عبد الاسد ان هم خدوا منهم بنتهم قالوا ان هم هيروحوا ياخدوا سلمة ابنهم ومش هيسيبوه مع القوم دول. فضلوا القومين يشدوا في سلمة لحد ما خلعوا ايديه، وبالفعل خدوا اهل ابوه، وهند اتحبست عند بني المغيرة، وابو سلمة راح يثرب وعاش هناك، وتفرق بين جوزها وابنها سنة. كانت هند كل يوم بتبكي فيها لحد ما رق لحالها راجل كبير في السن وكلم اهلها، وفضل يكلم اهلها لحد ما اقنعهم ان هي ترجع لجوزها. بالفعل وافق اهلها، وراحت هند تاخد ابنها سلمة من اهل جوزها وخدته وركبت بيه ناقة عشان ينطلقوا ناحية يثرب. وكانت في الوقت ده لوحدها لحد ما شافها عثمان بن طلحة ووصلها لحد يثرب. بتقول ام سلمة عن عثمان بن طلحة انها ما شافتش حد من العرب اكرم منه. في المدينة فضلت تربي ام سلمة ابنائها وتفرغ زوجها للجهاد، وشهد غزوة بدر الكبرى وغزوة احد. ويوم غزوة احد اتصاب لكنه تعافى من الاصابة دي، ويبلغ الرسول بعدها ان بني الاسد عايزين يحاربوه. يبعت ليهم الرسول ابو سلمة وعبيدة بن الجراح وسعد بن ابي وقاص يحاربوهم وينتصروا عليهم. لكن خلال السرية دي اتصاب ابو سلمة تاني في الجرح اللي كان متصاب قبل كده في احد بيه، فضل بيه لحد ما توفى في جمادى الاخر سنة 4 هجرية. ويدعي ابو سلمة قبل ما يموت ويقول اللهم ارزق ام سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنه. بعد ما انتهت عدة ام سلمة اتقدم ليها ابو بكر الصديق فرفضته برفق، وكمان اتقدم ليها عمر بن الخطاب فرفضته برفق، فبعت ليها الرسول صلى الله عليه وسلم فتمنت ان هي تنال الشرف ده، لكن خافت فبعتت تقول له انها مسنة وانها غيورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها قال لها بالنسبة للسن فهو اكبر منها، اما الغيرة فربنا هيذهبها عنها، واما للعيال فلله وللرسول. ووافقت السيدة ام سلمة ان هي تتزوج الرسول. تم الزواج في شهر شوال 4 هجري. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعائشة مني شعبة ما نزلها من احد. فلما تزوج ام سلمة سئل يا رسول الله ما فعلت الشعبة؟ فسكت الرسول، وهم عرفوا ان ام سلمة نزلت عند نفس الشعبة. وابنها سلمة تزوج أمامة بنت حمزة عم الرسول. وكانت ام سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب. وكانت ام سلمة معاه في غزوة خيبر وفتح مكة وهوازن والسقيف وفي حجة الوداع سنة 10 هجرية. وكانت مشتركة برضو مع باقي سيدات البيت في غيرتها المارية القبطية. لما حصل الاعتزال اللي اتكلمنا عنه في قصة السيدة عائشة هتلاقي اللينك في صندوق الوصف لو ما شفتوش. بعدها ساد الهدوء الجوي العام للبيت المحمدي. وبعد ما توفى سيدنا محمد حاولت ام سلمة انها تتجنب الخوض في الحياة العامة لحد الفتنة الكبرى، فكانت في صف الامام علي وحبت انها تخرج تنصر الامام علي، لكنها خافت من ربنا، كرهت ان هي تبتلى وهي اما للمؤمنين، فقدمت ابنها عمر للامام علي وراحت لعائشة تقول لها اي خروج هذا الذي تخرجين؟ الله من وراء هذه الامة، ولو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الجنة ادخلي الفردوس لاستحيت ان القي محمدا هناك. وتقدم العمر بأم سلمة وامتحنت زي ما امتحن الإسلام كله بالمذبحة الكبرى مذبحة كربلاء ومصرع الإمام حسين وآل البيت. وتوفيت رضي الله عنها بعد ما جاءها نعي الحسين، وكانت آخر من توفى من أمهات المؤمنين.